كثر النفاق، وسوف يحل الشقاق بين صفوف شعب واحد. الثورة انطلقت ثورة أبرياء خنقهم الظلم والقهر والتهميش في ولايات الداخل التونسي، من سيدي بوزيد إلى قفصة قصرين، ثم تحولت إلى ثورة أبواق وثورة السياح. هؤلاء الناس في هذه المناطق هم يشوفون منذ الاستعمار، منذ عهد البيات، وكانوا ينظروا إليهم أنهم رعاع، وأنهم عرب بر، وأنهم بدو متخلفون. وتواصلت العقلية حتى فاض الكاس وتربص المتربصون. الآن اللعبة تدور بين الاتحاد العام التونسي للشغل والتجمع. إنه الصراع التاريخي بين حشاد وبورقيبة يعيد نفسه، وأعاد نفسه في السابق مع حبيب عاشور وغيره، وهو يعيد نفسه ثانية. صراع بين القراقنة والمسادرية، صراع بين القراقنة والسواحلية، صراع من أجل السلطة، صراع للثأر لدم حشاد. هذا ما يحدث حاليا، ويستغفلون الناس عن طريق أبواقهم في ولاياتهم ويجلبونهم للعاصمة ويجلبونهم مدن الكبرى. يا للسخافة! كلهم يسمع بثورة قرأها في كتاب وتخيلها في عقله، فوجد أناس أبرياء تموت والآن يركب على هذه الثورة. كلهم أصبحوا أبطال. هؤلاء المهرولون العائدون من الخارج كلهم كانوا يتمتعون بمنح اللجوء ويتعاملون مع المخابرات الأجنبية، ثم حاليا يعودون مع استثناء البعض منهم وكأنهم أبطال، وكأنهم قادة ثورة، وكأنهم هم الذين قادوا الثورة. والحال أن الثورة قادها أناس بسطاء، أناس اختنقوا بالظلم والقهر والتهميش في مناطق الداخل التونسي، وساعدهم ظرف دولي، وساعدهم مد تكنولوجي وتغطية إعلامية لربما مشبوه في بعض الأحيان. سقط الصنم وهرب، ونزفت دماء الشهداء، وحاليا جاءت الديكة. إنها الديكة والثعالب وبنو آوى يتربصون بالجثة. كمشى من المفسدين. التجمع عندما كان حزب الاستقلال تحول إلى بنية الفساد، واتحاد للشغل مفروض أن يدافع عن حقوق العمال أصبح يبحث عن مكاسب سياسية. وبقية المجموعات الأخرى فيها من ناضل ودخل السجون وتعذب نسوه وكأنهم غير موجودين. يا للهول، يا للفضيحة! إن هؤلاء أيها الأخوة سوف يمسخون ثورتكم، وسوف يشوهون صورتها في العالم، وسوف نصبح مضحكة للآخرين عندما تحل بنا الكوارث ويتضعضع اقتصادنا ويتزعزع أمننا ويأتي العساكر على الدبابات. عندها سوف يموت الإنسان العادي، سوف تتعطل المدارس، وسوف تصبح الحياة في تونس شبيهة بالحياة في أوكار الدبابير والغربان. يا للهول! إنهم طيور الظلام تربصوا، هذه فرصتهم، ولكن تأكدوا أن الشعب سيصفعهم ثانية. إن بعدما هذا التأزم وهذا صياح الديكة تأكدوا أن البلد ذاهبة إما إلى صراع جهوي، وإما إلى سيطرة الجيش وتحالفه مع قوى بعيدة كل البعد عن هؤلاء الناس. وأنا شخصيا أشجع الجيش أن يسيطر على السلطة أفضل من أن يسيطر هؤلاء الديكة ويستهبلون الناس ويكذبون على الناس باسم الحريات وباسم الديمقراطية وباسم كلام لا يفقهون معناه.
وهم في بيوتهم متسلطون، وفي علاقاتهم مع الناس غير متوازنون. يا للهول.